زي ما يجي بقى، بس ان شاء الله يعني نرد ان شاء الله رد. الو، مساء الجمال والهنا والجميل والاخبار. الحمد لله والله. انت عامل ايه؟ انا محمد رمضان. محمد ايه؟ انا محمد رمضان والله العظيم. ايه ده بجد؟ الف مبروك، الرقم طلع كسبان معانا في مدفع رمضان، جايزه 200,000. انت قلت كده يا فنان. الو، مساء الخير. الو، مساء الخير يا فندم، مع حضرتك حسين رمضان من اعداد برنامج هو محمد رمضان. حسين مين؟ استاذ محمد. معاه ضغط مكالمات دلوقتي يا فندم، هيرجع. رمضان انا عايز محمد. انت مين انت؟ انا حسين رمضان يا فندم من اعداد برنامج مدفع رمضان قناه DMC. ايوه، عايز ايه برضه؟ ما انا والله الفنان لسه قايل ان انا كسبت الجيم. ماليش فيه يا فندم حضرتك كسبت فعلا 200,000 جنيه، بس في ضغط مكالمات فانا كسبت 200,000. يا الله يا الله. كمل يا عم حسين والنبي. استاذ اسم حضرتك ايه يا فندم؟ فاكرين لما قلنا في الحلقة اللي فاتت على سامح حسين ازاي الفنان يكون قدوة؟ ما هو قلة الأدب اللي احنا شفناها دلوقتي دي يا جماعة دي نتيجة إن الشباب أو العيال اللي طالعة واخدة الفنانين قدوة. فأنا عايز تبقى القدوة اللي عندنا القدوة اللي أنا عرضتها لكم المرة اللي فاتت، سامح حسين. اولا يعني بغض النظر يعني عن البرنامج وتفاهته وعدم مصداقيته بالمناسبه، عشان بس تبقى الناس فاهمه، هو البرنامج مش صادق يا جماعه، يعني دي حوارات، اللي يتصل بحد ما يردوش عليه وبتاع، يعني حوارات. لكن الولد نفسه اللي بيعمل بقى الحركه دي، يعني فين الرقابه عليه بقى؟ فين اهلك؟ فين التربيه؟ محدش عرفك ان ما ينفعش تسخر من الناس؟ مش علمك ان السخرية من الناس عيب وحرام، وحرام قبل ما تكون عيب؟ يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. اللي انت بتضحك عليه ده وفشخ ضبك كده قاعد بتضحك كده وفرحان ان انت ضحكت عليه، يعني ما هيجي يوم اللي هيضحك عليك برضه. لازم يعلموك ان الدنيا داين تدان، وفيها عيب وفيها حرام. ومباحث الاتصالات لازم بقى الفترة الجاية دي والنبي تركز على الموضوع ده شوية، لأن الموضوع كتر. الناس العيال بيتصلوا بالناس في البيوت ويقولوا أنا محمد رمضان أنا محمد رمضان، فالموضوع بقى يعني خد سكة مش حلوة، خد سكة مش كويسة. علشان ده اللي احنا بنتكلم فيه، يعني واحنا بنيجي نتكلم في حاجة الناس بتفكر إن احنا بنهاجم وبننتقد. يا جماعه هو الصح صح والغلط غلط، والله باينه. يعني يبقى انا النهارده لما اتعلم حاجه، عندي فنان قدوه اتعلم منه حاجه اقلده في المجتمع، ونخش في حته بقى قله الادب والتريقه على الناس والاتصال بالناس في بيوتها والمقالب، ما ينفعش. والواد اللي عامل المقلب ده ولا اللي بيتصل بالراجل ده، انت يا ابني فين اهلك يا ابني؟ وبتضحك عليهم، وربوك على ايه؟ ربوك انك تتريق على الناس كده ينفع؟ انا مش عارف بصراحه اقول ايه يعني، بس اللي انا بقوله يعني ان الولد دوت وغيره كتير قوي ناس تانية اتكلمت وقالت، بيجي تليفونات للبيوت، ايوه محمد رمضان، بتروح ناس في السكه في وشهم طبعا عشان خاطر معروف ان العيال بتهرج يعني، فعملوها لعبه. فعايزين تقنين للقصه ديت ونلم الدور دوت. يعني انا مش عارف بصراحه اقول ايه يعني. انا والله العظيم احنا يا جماعه في ايام صعبه قوي، يعني انا الناس ما بقاش عندها رمضان من غير رمضان. حرمة الشهرة ما بقتش عند الناس اصلا. يعني انتوا عارفين الغلاء اللي احنا فيه دوت ده يرفع بتوبة والله. والله. بس المشكلة ان الناس في رمضان انا بشوف كده حرمة الشهر الفضيل ما بقتش عندهم. يعني
انا ببقى ماشي في الشارع خايف، ايه ده؟ مين الناس دي؟ بقول كده مين الناس دي؟ يعني في مجموعه كبيره ومعظمهم للاسف يعني من الشباب، يعني احنا في كارثه، يعني في كارثه حرفيا يعني. ف الموضوع عايز توعيه بصراحه. ما علينا يعني، بس حبيت اوضح لكم الفرق بين يعني ايه فنان قدوه وفنان ممكن يضر المجتمع. ده بيقدم ايه وده بيقدم ايه، ده في مسلسلات بيقدم ايه ويطلع لك بلطجي، وده بيقدم ايه وممكن يطلع لك حد يقعد يفكر كده ويتعظ ويتغير من سلوكه. احنا علينا دور نراقب ولادنا بيشوفوا ايه. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم.